السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم بمناسبة دخول راس السنة. حضرت معكم هاد الطارطة هذه اللي مشكلة واللي كتجي رائعة شكلا ومذاقا. نتمنى تفرجوا في الفيديو ديالي كامل وتتابعوا معايا طريقة التحضير، وباذن الله غندوزو للمقادير اللي عندنا. فيهم زوج ديال البيضات، عندنا كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، كاس ديال القهوه، ساشي جوج خمارات حمرين، ساشي ديال الفاني والكاكاو. هنايا خديت واحد البول غادي نبدا ندير فيه البيض والسنيده والزيت شويه تاع الملح، وغادي ندير كاس تاع القهوه. انا كنطرب بالميكسور او الطراب اليدوي او المولينكس، كيبقى لكم الاختيار اللي متواجد عندكم في البيت. هنا درت جوج كيسان ديال الفورص، وهنا درت شي 3 المعالق ديال الكاكاو، ودرت زوج ساشي خمارات حمرين وساشي ديال الفاني. وغادي نخلط الخليط ديالي كامل بالطراب اليدوي كيف ما كتلاحظوا معايا. المهم تحاولوا تخلطوها مزيان حتى كتجانس الخليط مع بعضه على هاد الطريقه كيف ما كتلاحظوا معايا. وكديروا الدقيق تدريجيا. نتوما شفتوا درت جوج كيسان، ودابا زدت الكاس الثالث بقى ليا منه داك الشويه، كيبقى لكم على حسب. المهم 3 الكيسان ديال الدقيق الفرص نوعيه الجيده. وهنايا درت معلقه ديال الخل حتى طربتها، وغادي ندير هاد المعلقه ديال الخل وغادي نعاود نطربها مزيان. غير بالفرشيط باش انا كنخدم هنايا. هانتوما شفتوا كتحاولوا تطربوها مزيان غير بيديكم باش تجي خفيفه معاكم. صافي على هاد الطريقه كيف ما كتلاحظوا معايا. وكتكونوا موجدين اللاطه، انا ندير على شكل مربع، كدهنوها بالزيت او الزبده مع الدقيق. صافي وكتدخلوها الفران اللي كتنقصوا ليه البوطه من التحت، وكتدخلوها الفران بارد ماشي مشكل. كتنقصوا ليه البوطه لتحت وكتدخلوها وكطيب على خاطرها. صافي كما شفتوا انا عندي المول كبير، راه ماشي صغير، عندي كبير هذا مربع مستطيل. صافي انا نحاول بغيتها تجيني على شكل جينواز. ها هي من بعد ما طابت هذه الكيك ديالي من بعد ما طاب. وهذا غادي ناخذ واحد الاطار مربع، انا بغيتها على شكل مستطيل. غادي نحاول نحيد لها الجوانب وغادي نضغط عليها بهذا الاطار هذا، وغادي نزولها ونديرها في واحد البلاطو باش انا غادي نخدمها، ولا المهم اي اناء اللي غادي تخدموها فيها. خديت انا هذا وغادي نقلبها على هاد الطريقه كيف ما كتلاحظوا معايا. وغادي نسقيها بالقهوه، كنسقيها مزيان وكنعاود نرش عليها داك الاطار مع غادي نخوي الكريمه ونبغي نخشيها في الثلاجه. صافي كتحاولوا تسقيوها كامله على هاد الطريقه كيف ما كتلاحظوا معايا. وكندوزو نحضروا الكريمه الاولى. كنديروا النشا. هنايا درت 3 ديال المعالق كبار يكونوا عامرين مزيان. وغندير وغادي ندير السنيده. المهم ما بين 3 حتى ل 4، كيبقى لكم على حسب الذوق ديالكم، على حسب الرغبه. هنا غادي نضيف عليهم ساشي ديال الفلون ديال الكراميل اللي كيجي المذاق ديالو رائع. انا هو اللي كيعجبني بزاف اغلبيه الكراميل او ديال الشوكولاته، ولكن اغلبيه الكراميل كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع في لي كيك ديالنا، في لي كريمات ديالنا. صافي كنحاول نخلط النواشف ديالي بوحدهم. عاد كنضيف نصف لتر من الحليب البارد وكنخلط الخليط ديالي وهو بارد. عاد كنديرو فوق البوطه على نار مهيله مع التحريك بالطراب اليدوي. هنا حركت المعلقه، ولكن غندير الطراب اليدوي هو باش غادي تحركوا فوق البوطه حتى كيغلى لكم، كيختار على هاد الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا. نتوما شفتوا اللون ديالو راه داك اللون ديال الساشي تاع الكراميل، اما راه كتجي بيضه الكريمه تاعتنا. المهم كناخذ واحد السباتيل وكنحاول نسرح هذيك الكريمه ديالي على الجينواز ديالي اللي درت. صافي على هاد الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا كنخليها نديرها في الثلاجه نخليها تبرد. من بعد ما غادي ندير عليها واحد الطروفه تاع البنان اللي كيبقاو اختياريين، الكركاع، طريفات تاع الشوكولات اللي كيبقى لكم الاختيار في هذا الشيء. كما انا قلت لكم هنا الشوكولاته انا شفتو يا اما الشوكولاط حبيبات او الشوكولاط مربع كالا كتقطعوه بالموس وصافي. المهم غادي نخشيها في الثلاجه نخليها تبرد، وغادي ندوز نحضر الكريمه الثانيه اللي خديت انا. هاد كريم باتيسير ديال الشوكولاط، درت 3 معالق كبار ديال كريم باتيسير ديال الشوكولاط، وغادي ندير ساشي فلون ديال الشوكولاط. صافي وغادي نخلط وغادي نزيد عليهم السنيده اللي كديروا ما بين 3 المعالق حتى ل4. انا راه كندير 4 ديال المعالق ديال السنيده.
المهم كتخلطوا النواشف بوحدهم وكتضيفوا عليهم الحليب بارد نص سيترو كما قلت لكم، نفس العبار في الاول ولا في الثاني نفس العبار، نص لتر من الحليب. كنخلط كل شيء وهو بارد، عاد كنحطهم فوق النار مهيله مع التحريك حتى كيختار ليا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. عاد تنخويها فوق الكريمه، فوق الكريمه الاولى اللي انا استعملتها معاكم من قبل. صافي على هذه الطريقه كما كتلاحظوا معايا حتى كنسرحها كامله. المهم بحال دابا اطرو ديال الحليب اللي استعملنا وجوج ساشي تاع الفلون. صافي كل طبقه كنديروها بوحدها، كنحاولوا نسرحوها حتى هي من الفوق مزيان، نغطيو الكريمه التحتانيه ما تبقاش تبان. صافي على هاد الطريقه هذه كنخليها تبرد وكندوز نحضر معاكم الكريم كراميل اللي غنديرو من الفوق. صافي على هاد الطريقه هذه دابا غناخذوا مقلاه وغادي نضيف كاس تاع السنيده كيف ما لاحظتوا معايا، وغادي نديرو فوق نار مهيله مع التحريك. المهم شويه ماشي بزاف وليت نقول مع التحريك، المهم ما عليناش كتحركوا غير شويه صافي حتى كيذوب لكم داك السكر ديالكم كامل على هاد الطريقه. والنار تكون مهيله ما تكونش عاليه حيت دغيا كيتحرق هو مسبب. المهم دغيا يتحرق لكم. صافي هنايا درت واحد شويه تاع الماء. المهم قولي كاس قل ربع ديال الماء، خويت شويه في الاول والتالي اللي بقى ليا في داكشي اللي بقى ليا في الكاس غادي ندير عليه النشا وغادي نعاود نخويه عليه من الفوق وغادي نديو نجيبو نخلطو على هاد الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا. وغادي نضيف عليه زوج فلون، زوج ياغورت ديال الكراميل. او المهم انا ما لقيتش هذاك دانيت ديال الكراميل واستعملت هذا، ولكن نتوما من الاحسن تستعملوا داك دانيت ديال الكراميل اللي كيجي احسن. المهم انا استعملت هذا، كتخلطوه بالضراب اليدوي او بالميكسور وكتصفيوه. المهم ضروري تصفيوه. المهم كما قلت لكم داك نص كاس اللي بقى لكم تاع الماء كديروا فيه دوك جوج معالق كبار ديال النشا باش تختار لكم ملي ديروها فوق الكيكه ديالتكم. صافي على هاد الطريقه هذه كنحاول انا نصفيه وكنخويه فوق الكيك ديالي اللي درت فوقه الكريمات الجينواز اللي درت فوقه الكريمات. صافي على هاد الطريقه كتخليوه يبرد عا واحد شويه صافي وكتخويوه من الفوق على هاد الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا، وكتخشيوها في الثلاجه تبرد. والتزيين كيبقى لكم الاختيار، اللي بغى يكتب فيها يكتب، اللي بغى يزوقها بالرقائق حبيبات الشوكولات. انا استعملت شرطت عليها بالشوكولات وغادي نستعمل دوك الشوكولات غنزوقو من جناب. استعملت داك البيمو ديال الطاقير قرطو واستعملته حتى هو وشرطت عليه بالشوكولات ودرت العقيق ديال الشوكولات. المهم كيبقى لكم التزيين كيبقى لكم الاختيار. هذوك اللي من جناب انا غير الشوكولاته بيض دايره بديك السيليكون باش نديرو الصابلي كانوا بقاو لي زينت بهم من جناب، وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى الحلقه ديال اليوم تنال اعجابكم وشكرا على المتابعه والى اللقاء.